ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. احلى كومنتات على الفيديو اللي فات. موah. اسفه لو مش بحط كل الكومنتات، بس الكومنتات كتير. والنهارده الفيديو اللي وعدتكم بيه فيديو الاسئله. انتوا سالتوني اسئله كتير جدا جدا، وانا كتبتها من الانستجرام ومن الفيسبوك ومن اليوتيوب، وجمعتها كلها وان شاء الله هرد عليها كلها في الفيديو ده. يا رب الفيديو ما يطلعش طويل علشان ما تزهقوش مني. معلش مش هقول الاسماء مين اللي سأل السؤال ده، علشان انا كاتبه الاسئله في ورق، علشان ما عنديش موبايل تاني غير اللي بصور منه اقرا منه الاسئله. اول سؤال: انا عايزه افرد شعري، تنصحيني بالكيراتين ولا البروتين؟ انا لما قريت السؤال ده فدخلت على جوجل علشان اعرف ايه الفرق ما بينهم وانهي احسن، فعرفت ان البروتين احسن من الكرياتين، فانصحك تعملي البروتين. قعدت اقرا مقالات كتير علشان اعرف مين احسن للشعر، البروتين ولا الكرياتين، فالبروتين افضل. السؤال اللي بعد كده: انت في كلية ايه؟ انا اتخرجت من الكلية، خلاص خلصت كلية السنة اللي فاتت. كنت في كلية ايه وعايشة فين ولونك المفضل؟ كنت في كلية ايه؟ كنت في كلية تجارة عربي في جامعة القاهرة، وليا الشرف ليا الشرف. وعايشة فين؟ انا عايشة في مصر في المهندسين. ولوني المفضل، انا ما عنديش لون مفضل، انا بحب كل الالوان، بحب الالوان جدا. اصلا قص الشعر بيكون في ميعاد معين وطريقة قص معينة. اكيد بيكون في طريقة قص معينة لو انتي عاملة شعرك قصة معينة فانتي عايزة تقصي عليها، لكن لو انتي زي بس بتقصي يعني الاطراف، فاحسن حاجه انا من وجهه نظري انك تقصيها معدوله كده. يعني لو في طريقه معينه، او لو انت عايزه شعرك يبقى متساوي فتقصيه بطريقه معدوله، انك تخلي شعرك زي ما هو كده على ورا وتخلي حد يقصهولك، او انت لو شعرك طويل تحاولي تقصيه لنفسك زي ما انا بعمل. وفي ميعاد، والله انا مش مقتنعه بموضوع الميعاد ده، يعني انا مش بقص شعري بميعاد، انا بقص شعري لما بحس انه محتاج ان هو يتقص. لكن خلينا نتكلم ان لو في ميعاد كل مثلا 3 شهور تقصي حته من شعرك. السؤال اللي بعد كده: ممكن تتكلمي عن سر جمال شعرك؟ والله بكل بساطه ان انا مهتميه بيه. يعني انا على فكره قبل كده ما كنتش مهتميه بيه، وكان وحش، يعني وانا صغيره كان وحش جدا. فالفكره ان انا مهتميه بيه بس، لكن مفيش حاجه معينه يعني. السؤال اللي بعد كده: كريم تبييض ويكون متوفر. السؤال ده اتسأل لي كتير واتكرر كتير. كريم تبييض، كريم تبييض. انا احسن كريم تبييض انا استعملته هو كريم اسمه ليتاب. كريم ليتاب ده هتلاقوه في الصيدليات متوفر، من في صيدليات بتبيعه ب55 جنيه، وفي صيدليات بتبيعه ب65 جنيه. وعلى فكرة هو ينفع للجسم وللوش، فهو ده كريم التفتيح اللي انا بستعمله. السؤال اللي بعد كده: شعري بيهيش واستخدمت زيوت كتير. هي هدت الموضوع شوية بس ما لغتهوش، بس انا مش عايزة البيوتين، فانا عايزة نصيحة للشعر. نصيحة للشعر: الشعر اللي بيهيش شعر ناشف، فنصيحة انك تهتمي بيه على اساس ان هو شعر جاف. يعني تستعملي حاجات للشعر الجاف، مش بس زيوت انك تعملي حمام زيت، لا تستعملي الشامبو والبلسم والكريم اللي بتحطيه بعد ما تستحمي للشعر الجاف. نصيحتي ليكي جربي زيت جوز الهند. وكمان الشعر اللي بيهيش ده بيكون نتيجة انك بتستعملي فرشة بلاستيك. استعملي فرشة خشب، لان الفرشة البلاستيك بتعمل كهرباء في الشعر فبتخلي الشعر يهيش. السؤال اللي بعد كده، والسؤال ده برضو اتكرر كتير: ممكن تقولنا على نظام الحفاظ على الوزن مش دايت ويكون صحي؟ موضوع الدايت والتخسيس ده محتاج فيديو كبير وطويل جدا، لان انا يعني عندي معاناة في حياتي مع الوزن طويلة، فعلشان اقول لكم بالظبط موضوع التخسيس وانك تتخني وتخسي وتحافظي على وزنك ده محتاج فيديو لوحده، فان شاء الله هعمله. السؤال اللي بعد كده: عندك كام سنة؟ انا عندي 22 سنة. ايه اكلتك المفضله؟ بحب الاكل جدا يعني بحب كل الاكل، بس اكتر حاجه بحبها الجمبري. السؤال اللي بعد كده: ايه اكتر اغنيه بتحبيها وايه اكتر فيلم بتحبيه؟ بتسالوا اسئله حلوه قوي. اكتر اغنيه بحبها اغنيه هنديه، فانا بسمعش غير هندي، بسمعش عربي، بسمعش اجنبي من سنين طويله يعني. فاكتر اغنيه بحبها هي اغنيه مسلسل كتني مهبت هي، ده مسلسل هندي. وايه اكتر فيلم بحبه؟ دول والي دول هانيا لجينجي بتاع شاروخان.
ازاي اخلي ضوافري بيضة؟ السؤال ده جالي كتير جدا، وانا اتسألت على الضوافر كتير جدا، فانا اكيد هعمل فيديو عن الضوافر. بس لو ضوافرك عايزاها تكون بيضة، هاتي اي معجون سنان واي فرشة ضوافر او فرشة سنان حتى لو ما عندكيش، واغسلي ضوافرك بيها بالمعجون والفرشه كانك بتغسلي اسنانك بالظبط، هتديكي نتيجه كويسه. السؤال اللي بعد كده، قولي لنا مواصفات فتى احلامك. انتوا بتجيبوا الاسئله دي منين؟ لا بصوا، هو الفكره مش فكره مواصفات. الواحد لما بيحب حد بيحبه زي ما هو. بس انا بحب ايه؟ بحب الشعر الطويل، يعني بحب الولاد اللي شعرهم طويل، علشان كده بحب الهند. السؤال اللي بعد كده، مين اكتر حد بتحبيه؟ هو مفيش حد اكتر حد بحبه، كل واحد ليه حب معين. بحب ماما بطريقه، وبحب بابا بطريقه، بحب اخواتي بطريقه، واصحابي بطريقه. فكل واحد بيتحب بشكل غير، يعني ما ينفعش تحبي باباكي زي ما تحبي اخواتك. فمفيش يعني مفيش حد اكتر حد بحبه، انا بحب الناس كلها الحقيقه يعني. السؤال اللي بعد كده، عندك اخوات وقد ايه؟ عندي اخوات، عندي 4 اخوات، واكبر واحد فيهم ولد. السؤال اللي بعد كده، الحته دي كلها اسئله شخصيه تقريبا، وانا كتبتهم بالقصد كلهم في نفس الحته. رايك في جواز الصالونات ولا عن حب؟ رايي لا طبعا حب، انا مقتنعش اساسا بجواز الصالونات ده. السؤال اللي بعد كده، مسامية شعري ضعيفة اعمل ايه وبيقع قوي؟ اولا انا مش فاهمة يعني ايه مسامية شعري، يعني ايه هو انتي قصدك اكيد مسام شعرك؟ فهي اسمها بصيلات الشعر. بصيلات الشعر ضعيفة، ده معناه ان انت عندك مشكلة داخلية، يعني عندك مشكلة من جوه جسمك، عندك انيميا، عندك نقص في فيتامين معين. فبيتهيألي ان ده لازم تروحي الدكتور علشان ما اقولكيش حاجة غلط. ازاي بتستعملي اداة السيليكون كل يوم؟ كل يوم ماشي، ده السؤال. ازاي بستعمل اداة السيليكون اللي هي قصدك اللي بغسل بيها وشي؟ اداة السيليكون اللي هي دي اللي بغسل بيها وشي بكل بساطة. وشك حطيتي عليه الحاجة اللي بتغسلي بيها وشك، الغسول، وبتمشيها كده، سوري على الصوت بتمشيها في حركات دائرية على كل وشك، بس بكل بساطة يعني. كل يوم بستعملها كل يوم عادي جدا، مبتعملش اي حاجة. هي اصلا مش خشنة قوي، هي ناعمة. والمقشر امتى؟ المقشر مرتين في الاسبوع، بس انا بستعمله مرة واحدة. فين محل سمير ويليام اللي انا اتكلمت عنه؟ سمير ويليام ده اللي انا بروحه في المهندسين في شارع لبنان. السؤال اللي بعد كده، صن بلوك كويس للبشرة العادية؟ صن بلوك كويس بتاع افن حلو جدا. طريقة العناية بالبشرة العادية، اولا هما بقوا بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها بشرة عادية، يعني البشرة يا اما جافة يا اما مختلطة يا اما دهنية. فما بقاش في الطب، ده اللي انا سمعته من كلام دكتور مشهور، ان ما بقاش في حاجه اسمها بشره عاديه. حتى على المنتجات ما بقاش بينزلوا منتجات مكتوب عليها للبشره العاديه. بس انا فاهمه قصدك على ايه، يعني قصدك ان بشرتك عاديه ما بيحصلهاش حاجه. فطريقه العنايه بيها زي اي عنايه للبشره. ممكن ابقى اعمل فيديو مخصص ازاي تهتموا ببشرتكم او تعملوا روتين صح لبشرتكم. السؤال اللي بعد كده، التخلص من الحبوب بس بحاجات طبيعيه. احسن حاجات طبيعيه هتخلصك من الحبوب هو جل الصبار والنشا. ممكن تدمجيها بميه لو عندك حبايه نشا على ميه وتحطيها، او جل صبار. السؤال اللي بعد كده، كريم ليل ونهار يكونوا كويسين وعلى قد الايد، وروتين العنايه بالبشره. روتين العنايه ان شاء الله اعمل له فيديو. كريم ليل ونهار كويسين وسعرهم رخيص، يا اما بتوع جونسون يا اما بتوع جارنيه، دول اللي رخاص وكويسين. فاونديشن يكون تخطيطه كامله. فاونديشن تخطيطه كامله وحلو جدا بتاع فلورمار، هحط لكم صورته هنا. السؤال اللي بعد كده، السؤال ده اتسأل كتير، حد قالك انك شبه شيري عادل؟ في ناس كتير بتقولي ان انا شبهها. السؤال اللي بعد كده، وشي فيه حد من مكان الطرحه، او مكان اسمر ومكان فاتح من مكان الطرحه. فالحل انك تحطي صن بلوك كويس جدا علشان اللي باين من الطرحه ما يسمرش، وتحطي كريم تفتيح لحد ما يرجع يفتح زي لونك الطبيعي. السؤال ده اتسالته كتير، هو الهالات السوداء. بالنسبه لي احسن حل للهالات السوداء هو الخيار والبطاطس. شرايح خيار وشرايح بطاطس تحطيها تحت عينيكي، بتسحب التعب وبتسحب السواد. ما تهمليش تحت عينيكي، يعني مثلا لما تيجي تشيلي الميك اب ما تفضليش تفركي في عينيكي، تخلي الشعيرات الدمويه اللي في المكان ده تتقطع فيبلك على هيئه سواد. وانك تستعملي كريم مرطب عادي جدا، مش لازم بألافات.
السؤال اللي بعد كده، انتي مخطوبة؟ انا مش مخطوبة، دي اللي بلبسها دي خواتم عادية، انا عارفة ان هي بتبان دبل بس انا مش مخطوبة ولا حاجة. السؤال اللي بعد كده، علاج تساقط الشعر وحب الشباب وتصبغات البشرة. دول عايزين 3 فيديوهات. السؤال ده عايز 3 فيديوهات. انا بتهيألي عملت فيديو عن تساقط الشعر، يعني مش فاكرة، هراجع الفيديوهات. بس ان شاء الله ال3 اسئله دول لازم يعني السؤال ده لازم اعمل له 3 فيديوهات. واخر بقى سؤال انا سبته في الاخر لان انا حاسه ان هو سؤال شخصي جدا. انا طبعا مش هقول مين اللي سالته، بس هو جالي في الكومنتات. الكومنت كان بيقول: انا بحب تفكيرك جدا وعايزه اخد رايك في حاجه. انا مرتبطه بشخص وهو بيحبني وانا كمان، وعايز يتجوزني، بس انا عارفه ظروفه انه مش هيعرف يجيب لي كل اللي انا عايزاه او نعيش كويس. وفي واحد تاني انا اعرفه برضو في الشغل معايا زمايل يعني، هو اتقدم لي وهو مرتاح ماديا، فانا خايفة اختار واحد منهم اندم على التاني. جاوبيني لو سمحتي. انا هقولك رأيي في الفيديو بما ان انتي طلبتي مني رأيي في الكومنت عادي. انا هقول لكم على حاجة، انا يمكن رأيي ما يعجبش ناس كتير في الموضوع ده، ومش لازم تاخدي برأيي يعني لان انا رأيي في الموضوع ده مختلف شوية عن الناس او غريب شوية عن الناس. انا في رأيي انك ما تاخديش الاتنين، لانك اولا انتي مرتبطة بيه، انتي انا اسفة جدا بس انتي اصلا مش بتحبيه، لان انتي لو بتحبيه مش هتشوفي بديل ليه او مش هتقارنيه مع حد تاني، فانتي اصلا يعني مش بتحبيه للدرجة انك تخليكي تتجوزيه. مش حاجة وحشة انك تكوني عايزة تعيشي مستريحة يعني او ما تكافحيش في الحياة. ده رأيي في اول شخص اللي انتي مرتبطة بيه، فانا رأيي انك اصلا تسيبيه يعني يعيش حياته وما تظلموهوش معاكي. والشخص التاني اللي معاه فلوس ما تاخديهوش، لان مش كل حاجه الفلوس. هو ممكن يكون معاه فلوس ومرتاح ماديا بس يضربك مثلا او يطلع انسان وحش. فهي الفكره مش انه ده معاه فلوس وده معهوش فلوس، هي الفكره انك يكون الشخص مالي عينك. الفكره ان لا ده مالي عينك ولا ده مالي عينك، فانتي عايزه ميكس بين الاتنين. انا من رايي الشخصي انك تستني لما الميكس ده يجي، لما تلاقي الشخص اللي انتي تحبيه ويحبك وتكوني متقبله ظروفه الماديه. انا لو مكانك هاخد اللي انا بحبه والفلوس يعني في داهية. وربنا يوفقك. انا اتمنى لك انك تخلصي من حيرتك وتعيشي حياة سعيدة. بس كده، ده كان اول فيديو اسئلة اعمله، وان شاء الله هعمل واحد تاني يعني كمان شوية. لما احس ان في اسئلة انتوا عايزين تسألوها هعمل واحد تاني. وما تنسوش ان احلى كومنتات على الفيديو ده هحطها في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، سلام.